لا خلاص، فاجئني. تعالى هفاجئك كده كده هتفاجئني. هفاجئك. اوكي ماشي، تعالى فاجئني. ارتجل يا باشا، انا عايز اطلع منك يلا اوكي، يلا فاجئني. فاجئني يا بيه، فاجئني. فينا من كده، احنا فينا من كده. انا اعرف اخد كلوز من عندي من هنا في المونتاج. عشان هو اطول فالموضوع بالنسبه مختلف يعني. ده قصدي كده. اهلا بيكم في سبوتايه، متابعينا حبايبنا. النهارده معايا واحد صاحبي حبيبي جدا، جايبه النهارده في السبوتايه بتاعتنا عشان عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه بخصوص النادي الاهلي والفتره اللي فاتت اللي عدت، يعني مع مارسيل كولر اللي انتهت بخروجه من دوري ابطال افريقيا. وزكي علاء، عامل حبيبي يا ايه؟ هوندا، ايه الاخبار؟ مبسوط ان انا ان شاء الله هكون جزء من سبوتاي النهارده. ان شاء الله تبقى منور. حلقه لذيذه. حبيبي نورك. عايزين نبتدي كده مع بعض، نيجي من الاول، من اول لما مارسيل كولر جه، ولا نجيب من الاخر ونخلص ونشوف نتكلم في اخر سنه واللي عمله مارسيل كولر خلال السنه اللي فاتت، من بدايه كده من ماتش يعني الترجي في فاينل نهائي افريقيا اللي احنا كسبناه، وانا عن نفسي ما كنتش مبسوط بيه. بطوله كسبناها كده ما حسيناش بيها، وبالتالي ما حدش بيحتفل بيها يعني ولا فاكرها. مرورا بقى بماتشات السوبر الافريقي والسوبر المحلي والمستوى بقى اللي طول السيزون ده، يعني اللي ادى لخروجنا في الاخر من بطوله افريقيا. بص، انا عندي راي مختلف شويه في الحته دي. كنت لسه برغي معاك فيه ان مارسيل كولر من المدربين الجامدين اللي جم النادي الاهلي. طبعا. هيتحط في مع مانويل جوزيه، مع فايلر، موسيماني. مع موسيماني، مع بس فايلر اللي بس عمل كرة حلوة كلنا لحد دلوقتي، بص يعني بالظبط. فاكرينها وعايزينه يا عم رجعوا فايلر، عايزين نشوف الكرة دي تاني. هو علشان الكرة كانت زي ما بيقولوا كده، الكرة اللي انت لعبتها مع فايلر انت لعبتها مع مانويل جوزيه لما كان معاك ابو تريكا ومعاك شادي محمد ومعاك عماد متعب وفلافيو وجilberto. فالناس حبت قوي حتة، لا طب يعني طب ما الراجل بيلعب كورة، الراجل بيلعب 1 2 بيفتح مساحات وكل الكلام ده. ده كان بالنسبة يعني للجماهير احنا كان وحشنا ده. فلما شاف ده في فايلر، هو عشان بس ما نروحش حته فايلر، لما شاف ده في فايلر هو اتبسط، الناس لسه متعلقة بيه. متعلقه وحبه. وهي زي ما بيقولوا كده، اي مدير فني بيجي هو كمان عشان سويسري زي فايلر، فقال بس الراجل ده هيلعب لعب فايلر وهيدخلنا في المساحات وهنلعب 1 2 وهنلعب تيكي تاكا، فالموضوع هيبقى لطيف. فالراجل جه، هو خدك برضو من حته صعبه قوي، خدك طبعا. من حته وبدأ لعبك، خدت تالت على العالم، خدت البرونزية. كل الكلام ده ما كانش معلش وخدت يعني. افريقيا صعبة جدا بقى، يعني اول افريقيا بتاعت المنعم دي طبعا طبعا كده كده الاهلاوية مش هينسوها. طبعا. حط فوقيها بقى كمان حاجه مش واخد بالك منها، ان هو عمل برضو رجع شخصيه الاهلي، رجع ان انت برضو الاهلي كان مفتقد الحته دي، رجعك ووقفك على رجلك. بلس ان هو ما كانش معاه سكواد القوي اللي هو معاه دلوقتي. يعني احنا هناخدها في كذا ما هي دي مرحله، بالظبط. هناخدها في كذا مرحله. لما ما كانش معاه سكواد كان بيطلع من القماشه اللي معاه شغل جامد جدا. فلما بدا يبقى معاه قماشه كويسه وبدا يبقى معاه لعيبه كويسه، الموضوع هو خسر اوضه اللبس شويه. كان عايز حاجات من الاداره، فالحاجات دي ما جاتش، فبدا ان هو الموضوع يروح منه شويه، فبدا الموضوع ما ظبطش معاه. بس هنيجي في الاخر المدرب بيقيم ايه؟ بيقيم انجازات، بيقيم هو الراجل ده جاب كام بطوله، خد معاك كام دوري. في ناس هتيجي تقول لك لا انت والله، لا والله انا دلوقتي مع اي حد في الاهلي هياخد بطولات، لا بس برضو ما فيش حد هيقيس على خد 11 بطولة في سنتين، فده رقم كبير يعني. رقم كبير، رقم ما بيحصلش. خد 2 افريقيا ورا بعض، واثنين افريقيا انت ما كنتش يعني عايز واحدة بس منهم وتقول الحمد لله. بالظبط. فهو في الاخر تيجي تبص على الشغل بتاعه، لا هو راجل عمل شغل جامد جدا، حطك على واي قوي جدا في البطولات. بقت خلاص انت كل سنه افريقيا بالنسبه لك انت عارف تدخل منافس بقى قوي جدا، انت كده كده هتاخدها، هتبدا تفكر تتفرج نص النهائي. فده اللي خلى ده يحصل، هو كولر. ففي الاخر الهجوم اللي حصل على كولر فجاه، معلش مع احترامي كامل، انشيلوتي دلوقتي يا عم بلاش السيرة دي. يا عم جيب لي سيرة تانية مش غير شايف انشيلوتي، مش شايف. مع ذلك ده طبيعي، ده طبيعي. محدش، مش هو خارج الملعب ترمي عليه لا ازايز. لا، انا موضوع رمي الازاز بتاع الملعب ده كده كده كل الاهلاويه تقريبا يعني مش موافقين على الكلام ده، لان مش ده يعني التكريم اللي المفروض يحصل مع اي مدرب جه وخد، يعني حتى لو ما خدش بطوله يعني ده مش يعني ما بس ينفعش، ما الصورة يصحش. في بس الآخر الراجل اتاخدت.
الصوره اللي في الاخر الختام كان منظره وحش. الصوره في الاخر مش احسن حاجه بالنسبه ان انا في الاخر الراجل ده جاب لي 11 بطوله، حطني على تراك محترم جدا. مش هقول ان هو طلع لعيبه وعمل، بس هو عمل سكواد بياخد بطولات. فانت محتاج ايه من مدرب غير كده؟ ولعبك كرة هجوميه قدام ريال مدريد، لعبك كرة هجوميه قدام فلومينيز، وكانت قريب ان انت توصل فاينل قدام السيتي في 2023 طبعا. بس ما مشيتش معاه. هي السنه الاخيره، نتكلم بقى في السنه الاخيره كده سريعا، هو اللي اختلف مثلا خروج سعد عبد الحفيظ، فابتدى خالد بيبو بعد كده. السنه اللي فاتت الدنيا مش ماشيه قوي في اوضه اللبس، تحس كده في شويه مشاكل بقى ما بين اللعيبه، وهو في كده حلقه وصل اتشالت. ممكن برضو يعني خالد بيبو ما قدرش يأدي دوره بالطريقه الصح، او الطريقه اللي هي اللي معروفه، اللي هو حزم وربط ونظام وبتاع، زي كابتن سيد. بس هل ده سبب كده جاب ما بين اللعيبه والمدرب؟ بعد كده جه محمد رمضان، شفنا برضو ان لسه المشاكل ما بين اللعيبه والانضباط بتاع اللعيبه ما بقاش زي الاول. كان انضباط بقى ككوره، كتمرين، كتاخير، كخناقات. يعني السنه اللي فاتت كان كل شويه كده طلع حتى كوميك، كل شويه خناقه في الملعب ولا في التمرين. هل خروج سيد حفيظ اثر؟ هل ان انت او تعوضه بمدير كوره تاني مش شبه سيد؟ يعني كان هو ده الغلطه، بدايه الغلطات. يعني اول حاجه اثرت على كولر وادارته بقى للفرقه خلال السنه اللي فاتت والسنه دي طبعا. تمام، كلام مظبوط. هنتكلم بس في حتتين، مع حفظ الالقاب طبعا لكل الكباتن الكبار. اول حاجه، سيد عبد الحفيظ قعد قد ايه في الاهلي مدير كوره، فالعلاقه مع اللعيبه والعلاقه مع الاداره والعلاقه ان هو ازاي يهندل الامور اللي بتحصل جوه اوضه اللبس، فهو قعد فتره كبيره جدا. فالفتره الكبيره دي هو زي ما بيقولوا كده حفظ الشغلانه وحفظ الدنيا، عارف اولها حفظ الدنيا ومين بيعمل ايه واقدر احل ازاي وايه اللي ما يعملش مشكله، واقدر ازاي اهدي الجمهور، ولما حاجه تبقى كبيره قوي واخده بروباجندا جامده ازاي ان انا اقدر اهدي الدنيا واقدر ان انا المها زي ما بيقولوا. الاداره بتتصرف ازاي، بتعمل ايه، هو ازاي يهندل لو في الاخر حصل مشاكل كبيره، حد لعيب حصل معاه مشكله، ازاي الراي العام يقدر يهدي الدنيا مع الجماهير ويقدر يدي العقوبه اللي يستحقها، ويعرف يلم اوضه اللبس ويعرف يشد اللعيبه. كل الحاجات دي. طب ما هو ده معناه كده ان يعني احنا مدير الكوره لازم يبقى سيد لحد لما ايه؟ طب هنعمل ايه؟ حط كمان فوقيها ان كان عبد الحفيظ راجل جامد ومتكلم شاطر قوي وبيعرف يعني الراجل ده تقريبا ما شفتش اسطوره في الاداره وفي الصحافه وفي اداره الفرقه انا ما شفتش حد بصراحه زي كابتن سيد عبد الحفيظ في حته ان انا ازاي اعرف ابقى محاور جيد جدا جدا جدا، واعرف اقنعك بحاجه وهي بسيطه بعيده عن ان انا كوميك وان انا جبت المنافس. لا الراجل بيتكلم بالعقل، الراجل بيتكلم بالعقل وبيتكلم بهدوء. صعب تلاقي هي كاركتر، هو الكاركتر ده مناسب جدا للحته دي. فكابتن خالد بيبو لما جه وكابتن محمد رمضان لما جم، هم كباتن كبار في النادي الاهلي وعارفين وكانوا كباتن، بس بتحس ان هي مش بتاعتهم، مش يعني مش زمام الامور كده، مش ماسكينه. يعني لما اجيب راجل جديد في شركه، راجل لسه بيتعلم، فهو في الاخر مش قصدي ان هو يتعلم كوره بس او يتعلم، لا هي مالهاش علاقه بالكوره. مدير الكوره على فكره ملوش علاقه بفنيات ولا بكوره بالظبط. فهي القصه في الاخر ان الراجل ما خدش الوقت الكافي ان انا اقدر احاسبه برضه. يعني برضه في الاخر هو ما قعدش الفتره الكافيه زي كابتن سيد عبد الحفيظ لما قعد سنين كامله. خد بالك برضه كابتن سيد لما كان موجود كان فترته فيها استقرار اداري وفيها بطولات وفيها فنتيجي في الاخر تحاسب حد هو اوريدي كل فترته كان فيها استقرار. الفتره اللي جه فيها خالد بيبو واللي جه فيها محمد رمضان، هي اصلا محمد رمضان ده كان جاي، يعني صعبان عليا، ده كان جاي اصلا والدنيا مولعه مستنيين راجل جه يلا بقى حلو. في الاخر هو مش هيلحق يعمل كل الكلام ده. فانت تيجي في الاخر تحاسب حد شايلته الليله، انت مش شايل الليله وشايلت بيبو لخالد بيبو الليله. هو في الاخر الناس يعني هي جايه بتحاول تلم ما يمكن انقاذه زي ما بيقولوا يعني. حسام برضه من الاداره، هو شال الليل ايوه هو كان بيتكلم كملت في الدوري ماشي وخرجت يا عم من افريقيا، ما كانش هيبقى ده رد فعل. انت لسه مكمل في الدوري
انت ما خرجتش من الدوري. لا بس انت يعني قصدي ماتش اللي الزمالك دخل طير منك الدنيا يعني. كذا خبطه ورا بعض اللي شحنت الجماهير كده وطلعت في كوره. لا واللي شحن الجماهير اكتر برضو في الحته دي ان الاداء وحش. لا ده وحش بقاله فتره. ايوه الاداء وحش وانت الاداره وحشه ويعني بتنسحب من الماتشات، خسرت الدوري، خسرت افريقيا. طيب كل ده هقول لك يعني دلوقتي لو انا بلعب كوره حلو وانا كمدير فني عامل اللي عليا 100% في الملعب، والجماهير شايفه ان انت راجل بتعمل اللي عليك وبتخسر، هل جماهير الاهلي او جماهير اي فريق في العالم مش هيحب الراجل ده يكمل؟ لا هنكمل طبعا. جوزيه كان خرج من افريقيا وكمل عادي. ما هي دي حصلت هي دي القصه ان الراجل مع انه كان معاه سكواد منتخب مصر بس طبعا. في الاخر الراجل كان بيلعب كوره حلوه، كان عارف يمتع. هي في الاخر الناس بتتفرج على الكوره ليه؟ عشان تستمتع. انا الساعتين اللي انا بتفرج عليه هو انا بتفرج علشان اتبسط واكبر. هي المشكله ان في حاجه ان انت في طول السنه وانا شايف الكلام ده من بدري، في حاجه غلط في طريقه اللعب وفي اداره الماتشات. ويعني ازاي في ماتش باتشوكا مثلا انت تلعب مع فرقه معلش يعني لو لعبناها 50 مره هنكسب ال 50 مره، وتيجي تطلع وسام ابو علي وتلاعب كهربا وبعد كده تقعد تدافع وتلعب باداء وحش جدا، والناس كانت يعني كانت هتبقى مبسوطه لو انت كسبت على فكره. وانت لبست كهربا كمان. هو كهربا الراجل قاعد دكه وراجل دكه، فانت نزلته يلا ومش مكان وسام. الناس كلها كانت مستنيه مثلا كهربا ينزل جنب وسام لان شايفين الفرقه قدامك واقعه، فهو برده كان ساعتها بيدافع وبيطلع وسام وينزل كهربا وتغييرات. يعني الموضوع ده من السوبر الافريقي والسوبر المحلي طبعا ماتشين يعني زي الزفت، خلصوا 1-1 و0-0 وما كانش فيه اي اداء. بعد كده ماتش باتشوكا، بعد كده كمل بقى السلسله دي بادئه من اول الموسم اداء وحش. وانا مش شايف ان ليها علاقه باللعيبه على قد ليها علاقه بوجهه نظره هو. انا تقريبا افتكر اول ماتش كان بدا يتحط مسمار في وقت كولر، اول ماتش لامام عاشور في السوبر اللي خسرناه من اتحاد مولوديه العاصمه من الفريق كفريق الجزائري مولوديه. هو ده اول كان الناس عندها اكسبكتيشن، كانت ان هي داخله خلاص انا داخل اكسب وداخل الفريق يعني السادس ولا السابع في الجزائر واخد الكونفدراليه عادي يعني، ولسه جايب امام عاشور، فانا الدنيا بالنسبه لي زي الفل. ففجاه لما خسرت فاذا لا انت عندك مشكله. فللاسف الجمهور المصري عموما مش جمهور اهلي بس ولا زمالك بس، اي فريق جماهيري في مصر بيفكر تفكير مختلف شويه عن طبعا. بيفكر ان انا ما ينفعش اخسر، وبالذات الاهلي يعني بالذات الاهلي جمهوره بيحب دايما يكسب، وده مش صح. مش صح بس ده خلاص انت صح في الكوره يعني. لما تيجي تتفرج على انت مشكلتك دلوقتي يعني ان انت بتشجع فرقه معوداك ان انت تكسب. انا عن نفسي حضرت يعني كام افريقيا حوالي 7 من ال 13 فاهم، فمن ال 12 وكنت فاكر يعني حاسبها والله السنه دي كنت يعني مطمن وحاسبها انها 13. فحضر نص تاريخ افريقيا مع الاهلي، فخلاص بقت بالنسبه لي ان انا بخرج من افريقيا كل سنه بالنسبه لي كارثه. انا شايف وبعدين اخر 5 سنين يعني الناس اللي بتشجع الاهلي جديد هم شايفين الاهلي بيوصل 4 نهائي والخمسه كانت في سيمي فاينل، فانت خلاص الناس متعوده يعني مش يعني هو مش ذنبك ان انت طلعت لقيت الفرقه كل سنه نهائي وكل سنتين افريقيا. الكلام ده عود الناس. فالضغط طبعا في الاهلي غير في اي نادي في العالم، مش هقول لك بقى والله في العالم دي حقيقه. بس هي القصه في الاخر ان برضو الراجل لما تيجي برضو تشوف السي في بتاع مارسيل كولر، بنتكلم على كولر، هو الراجل جايب 11 بطوله في سنتين. فيا جماعه ده في السي في، هو في اي حته في العالم الراجل ده يا جماعه نجح ان هو نجح طبعا ان هو يمشي بالمنظر ده، وان هو يتقال له شكرا علشان خرجت من بطوله واحده وهو لسه مكمل في الدوري. دي حاجه عليها علامه استفهام، بس هو كان لازم. هو يعني زي ما بيقولوا كده السنه الثالثه في الاهلي دايما مع المدربين نحس فيها مشكله. بس جوزيه السنه الثالثه مع الاهلي في الولايه الثانيه خسر افريقيا والنجم الساحلي في ملعبه 3-1 وكمل عادي. يعني هي الفكره في زي ما انت قلت الكوره واللي بتقدمها. لا والكوره اللي انت بتقدمها، الكوره اللي انت بتقدمها ودي مره تانية كمان يجي فيها. فهو اوريدي الجماهير معاها يعني زي ما بيقولوا كده انا ليه كتير. انا شايف ان هي الفرقه بقى لها 6 شهور مش مركزه في الكوره، اللعيبه مش مركزه في الكوره، الاداره مش مركزه في الكوره، الاعلام مش مركز في اعلام الاهلي مش مركز في الكوره.
حتى المدرب يعني السوبر من بعد ماتش باتشوكا مش مركز، مش مركزين في الكوره. الاداء زي بتكسب اداء وحش، بتتعادل اداء زي الزفت. يعني مفيش ماتش من بعد ماتش باتشوكا انا شفته قلت ايه ده احنا رجعنا نلعب زي زمان مثلا، او رجعنا نلعب زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها. لا انت حتى اورلاندو بايرتس ما كسبتش، ماتشين الكبار، ماتشين بيراميدز ما كسبتش، ماتش الزمالك ما كسبتش، والعلامه الاستفهام دي كانت مكمله معاك من شهر 7 8 9 لحد ما وصلنا لحد سان داونز. هو كده كده الادراك لسه يعني الانذار كان فاهم من بدري. بس الانذار في الاخر انت بتقول ما خسرتش، بس انت اوريدي مكمل. يعني هو في الاخر برضه كولر وصل لحد نهائي افريقيا. هو تقريبا في كام ماتش هو ما خسرش، هو ما كسبش اصلا ولا خسر، هو هو بيتعادل ما كسبش ولا بيتعادل، خسر، ما كسبش ولا بيكسب خسر. بجون. الموضوع بينتهي على كده. فالموضوع في الاخر معاه ما كانش احسن حاجه، بس هو شال الليله. يعني انا شايف ان كولر شال الليله. كولر من اول سنه ليه في اخر سنه ليه او تاني سنه ليه بدا يتكلم انا عايز لعيبه، عندي احتياجات، عندي مراكز محتاج ان انا ادعمها. فكل الكلام ده بدا يدعم له امتى؟ في شهر بدا واحد. يجيب له في شهر واحد. طيب فاذا اللعيبه اللي جات له هو عليه علامه استفهام برضه في مودست، في كذا لعيب جابه هو ما يعني ما تعرفش هو ليه اصلا جاب حد زي مودست دفع فيه 1.5 مليون علشان يجيب لا لعيب. وفضل مصمم عليه. طب نمشيه في نص السنه يا عم، ده مش نافع. لا هيكمل لحد اخر السنه. هو طبعا مودست لعيب جامد، يعني لعيب جامد في لا بروسيا. يعني في بس جايب كزمان بقى لعيب جامد. هيجي ميدو دلوقتي يلعب فيرود، وراجل ميدو لعب في توتنهام، بس هي مش مقياس، هي مش مقياس. بس هو صمم على لعيب جلت معاه عادي جدا، هو جلت معاه. بس في نفس الوقت هتيجي تبص 50-50، الاداره شايله، الاداره شايله طبعا يعني. وكولر شايل جزء. فانا ما اقدرش احمل الراجل يعني خساره الدوري انا شايلها الاداره كده كده، مش شايلها حد تاني. بس افريقيا لكله، يعني ما افريقيا هي ما هو الموسم كله يتشال ما بين الاداره جاله وسام، وجاله يحيى عبد الله، وجاله كذا لعيب. وامام طبعا دلوقتي انت امام عندك احسن لعيب في مصر. امام دلوقتي بتطلعه في الدقيقه يعني. امام دلوقتي احسن لعيب في مصر. عندك دلوقتي بن شرقي، مع احترامي الكامل لامكانياتك كمدرب، ايه بن شرقي ما يطلعش من الملعب، مع احترامي الكامل لاي حد بيقول حاجه غير كده. بن شرقي ما بيدافعش يا عم. بص لا هو دلوقتي بص بقى بيكملوا له. اصل هو طلع امبارح كمان في ماتش بتروجيت، طلعوه في الدقيقه 60. فالاعلام بتاعنا بيحب يلم الدنيا يعني. فقال لك اصل هو عنده مشاكل دفاعيه. اصل بص الجون الثاني بتاع بتروجيت، احترامي الكامل يا عم وظف في الفرقه صح على اساس ان بن شرقي يعني حد بيغطيه. انت بتشوف بن شرقي، هو بن شرقي ده لسه جايبه اول. هو كام وينج في العالم بيدافع؟ كام وينج في العالم هو بيدافع؟ لعب في الزمالك، ولعب في الوداد، ولعب في كام نادي، وانت شايف السي في بتاعه ما بيدافعش. يعني انت جايبه ما بيدافعش. كولر ما كانش عايزه، كولر ما كانش عايز بن شرقي، كان رقم 3 في الليست بتاعته. يعني رضا سليم احنا قلنا برضو رضا سليم دي فاهم. هو كان عنده بن شرقي في اول في الموسم اللي فات. بن شرقي ولا رضا سليم؟ قال له انا عايز رضا سليم. بس هو رضا سليم بالنسبه له كان اولويه لسبب ان هو سنه صغير، ان لعيب شايفه بوتنشال جدا، شايف ان هو جاي لقدام ويبني عليه. فافتكرتها كنت بتشل ساعتها ماتش باتشوكا رضا سليم ما لعبش. ليه؟ هو الفكره في الاخر ليه ما طلعش رضا سليم؟ عندك يعني ده ماتش انت كنت محتاج كان في لعيب تخلص الماتش. انا مش فاكر اسمه، لعيب تونسي ده لسه صغير، ده لسه صغير. وكان كريستو يا جماعه حكايه. كريستو ده يا جماعه حكايه، ولد حكايه، لعيب عنده كام 20 سنه تقريبا، وكان هو احسن موهبه في تونس. تمام. وتونس وبيلعب تحت ضغط جماهير، والدنيا معاه زي الفل. الراجل ده اديله فرصه. طب انت عندك مثلا الوينج تنزله 60 ماتش، انت مش مهم بالنسبه لك. هو قتل لعيبه كتير. خد بالك الناس يعني زي ما بيقولوا كده اللي اتبسط من كولر مشي، كام لعيب بعينهم كده كانوا يقدروا الدكه. خلاص ما هو بن شرقي منهم، قفشه منهم، شحات يعني منهم، الناس دي كلها هي خلاص بالنسبه لها مش هتتحرك من الدكه. فلا هو خلاص. ما انا بقول لك في بقى يعني نرجع لكلامنا، في جاب كده وسع وفضي ما بين اللعيبه. لان احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده. يعني هو كان بقاله سنتين هم ما شفناش الكلام ده كده. في لعيبه ما بقتش خلاص على تواصل مع المدير الفني. يعني لقطه قفشه دي انا شفتها يعني بعد الجون بتاع سان داونز ده. قال لك بعد الجون لا انت احنا في حجز كده يا معلم. يعني كده يلا انزل يا حسين، يلا يا حسين. فلا ففي حاجه كده باظت، في حاجه في المنظومه والاداره باظت. بس اداره الفرقه على مدار الموسم
يعني النور الاحمر اللي كان عمال بينور طول الموسم ده، انت فضلت تصبر عليه. كولر مشي، انت جبت عماد النحاس دلوقتي هو الراجل المدير الفني الجديد، انت قدامك بالظبط اقل من 50 يوم على كاس العالم للانديه، هتجيب مدير فني جديد تمام، المفروض بامكانيات عاليه عشان يلعب في كاس العالم. انا سامع اسماء مرشحه مالهاش اي علاقه بالكوره اصلا. كيروش بقى لا سيبك من كده والله، كروس ده بالنسبه للناس اللي قريتها النهارده، لويس جوستافو ده، وقريت ناس كده كام سي في ونرجع فايلر تاني بس، ومدرب بورتو اللي قعد 6 شهور ده جوميز، لا. نجيب جوميز بتاع الزمالك دلوقتي. فانا سامع طب يا جماعه المدرب انت هتجيبه ده هتحاسبه ازاي؟ يعني انت جبته قبل الفرقه قبل البطوله ب 45 يوم، بقى شهر مع المرض مع الفرقه، هو شهر بالظبط. هتاخد 3 واحد ماتشات 6 هيسافر او 2 6 هيسافر، 3 ماتشات صايمه وتاخد بعضك وتروح، مش عارف تمشيه، مش هيعمل حاجه في الاخر. الراجل لسه بيجس ان انت تعرف على الفرقه، ولا هتكمل عماد النحاس؟ لا كمل عماد النحاس، مين معانا؟ كمل النحاس يعني مع احترامي لعماد النحاس على فكره يعني، بس وعلى فكره عماد النحاس كان مدير فني جامد، كان بيلاعب، كان ماسك فرقه في الدوري المصري، مش متذكر مين بالظبط، كان عامل المقاولين، كان عامل فرقه، كان ماسك المقاولين عماد النحاس، وكان عامل فرقه كويسه. طب كان عامل فرقه كويسه، اديله فرصه، يعني اديله فرصه زي لما الزمالك كان عايز تروح كاس العالم للانديه بعماد النحاس. عماد النحاس يا باشا، مع الاقل كده على الاقل واحد عارف الفرقه، واحد عارف انا معاك والله، بس بص يعني ليه لا مش عماد النحاس اللي كاس العالم؟ انا مش هجرب في مدرب، انا كنت ممكن احترم الكلام ده والله العظيم، يعني احترم كلام عماد النحاس ده، وان هو يجي يمسك الفرقه، او اي مدرب حتى مصري يعني، ما عنديش مشكله في المدربين المصريين، عشان انا شفت حسام البدري ماسك عمل برضو فرقه تلعب كوره حلوه جدا. محمد يوسف خد افريقيا معاه، سيبك محمد يوسف، يعني محمد يوسف ما كانش لعب الكوره الممتع قوي زي حسام البدري، زي حسام البدري عمل فرقه في 2017 ب 18 من غير لعيبه والله العظيم، ووصل 2 افريقيا، وكان يعني لا بس الكلام ده كان يبقى بدري، يعني شهر 2 اول شهر 3 بعد ماتش الزمالك بتاع الدوري كده على انما لا مدرب مصري ماشي، انا فاهم، بس هو برضو دي اول تجربه كبيره ليه، كلام محترم، بس اول تجربه وضغوط. الراجل اللي انت هتجيبه دلوقتي من بره يمسك الفرقه، ما يعرفش حد، ما يعرفش مين بيلعب فين ومين بيلعب ازاي، فهتجيبه. ده دور بقى يعني، بص ده دور محمد شوقي، دور طب في الاخر سامي قمصان. لا بس انا طبعا يعني لان هي ماشي سامي قمصان في وقت زي ده غلط جدا، هيبقى دي القصه، انت غلط جدا، انت غيرت كل، مفيش وقت كده. انا بقول لك حلقه الوصل اللي هي مين، وانا لسه بتكلم بقول حلقه الوصل شوقي وسامي قمصان. شوقي لسه بقى بس شوقي ما كملش اصلا، يعني تيجي في الاخر كده بقول لك انت هتاخد زي ما بيقولوا كده ايه، يلا انا هبدا بفرقه جديده بلعيبه جديده بمدير فني. خد بالك بقى انت كمان جاي لك بقى ايه، جاي لك تريزيجيه وجاي لك حمدي فتحي، ايوه مدرب بقى جاي يجرب بقى كله، انت بقى كله لسه المدرب اللي جاي معلش مع احترامي الكامل زي ما بتلعب فيفا، بتجيب معاك بيليه ومعاك مارادونا ومعاك في الاخر تخسر من اي فرقه. ليه؟ عشان الكيمستري. دلوقتي اللعيبه دي كلها جامده ومفيش حد بيتحرك. لا هو محتاجه مدرب بيعرف يعمل كيمستري، اللعيبه دي كلها بالذات الحته اللي قدام دي محتاجه حد يعرف يعمل كيمستري. هديك مثال بسيط كده يضايقك، هانز فليك معاه لعيبه اكبر واحد عندهم 21 سنه، وبقول لك ايه، غسيل أيوة. اي فرقه. ايوه بس ده على فكره هو وصل للمرحله دي بسبب شغل فتره كبيره، هو لحد شهر واحد هي الناس مش متاكده الحوار ده مكمل، يعني المشروع ده مكمل ولا لا. اول الموسم انت مين اللعيبه اللي عندك في الفرقه؟ كريستنسن، ليفا، تمام، اولمو. ايوه جبت اولمو ولامين يامال، يعني برضه مين يامال؟ ما حدش عارف مين يامال. لا يامال ولا مين؟ لا بس مش كده، لسه برضه مش كده مش بتاع النهارده، مش هبني عليه فرقه بالظبط. وفي الاخر انا فجاه الواد كوبارسي ده يا جدعان حكايه، الواد مدافع عنده 18 سنه، حكايه يا جماعه الكوبارسي ده حكايه فظيعه. لا هو العيال دي بتخلص تمرين وتروح تذاكر بجد والله. يعني انا والله لامين السنه اللي فاتت كان عنده في ماتشات اليورو عيل يشتغل، هو شغلانته لعيب كوره، ما ينفعش عيل يشتغل 60 ويخرج. فلا فهو وكوبارسي نفس الكلام، يعني العيال دي بتخلص تمرين وتروح تذاكر، تفتح كتاب الكيمياء فاهم مش كده. وبقول لك ايه، محفظهم عادي ما بيدافعش على فكره. هانز فليك ما بيدافعش، هانز فليك اضغط هانز فليك امبارح انا يعني بتفرج على الماتش بقول له يا جماعه الماتش ده انت مجنون ازاي يا ابني، انت مجنون ازاي؟ بنتكلم عن ماتش انتر وبرشلونه صح؟ ماتش انتر ده ماتش ده يتدرس. لا بس هو مجنون
يا ابني جون كمان هيخش فيك، هتروح في ايطاليا بس تندم. معلش بس هو لحد دقيقه 90 طيب بيلعب من نص ملعب. طب نص ملعب ولو هو راجع دافع، هل الفرقه اللي معاه دي عندك خبرات تعرف تتحرك صح وتقفل صح مساحات، مش وهي معاها الكوره وهي مش معاها هو الكورة؟ بص، هو بقى يعني ابنك وعلى ما تعوده، هو من اول لما مسكهم وهو ما عودهمش على الدفاع. العيال ما بتعرفش تدافع، مش دافع. العيال بتروح عليها انفرادات كل 5 دقائق 10 دقائق. يعني في ماتش ريال مدريد بتاع الكاس، وادي الماتش امبارح انتر، عادي فيه 4-5 انفرادات عادي جدا. بس هي بص بتفرق بقى على اوفسايد، على صباع رجل، على وش رجل، ماشي، على ركبه. هو بس بقول لك الواد كوفارسي ده بيترمي في النار، مرمي في النار، ده بقى اللي أيوة. بيلعب على اخر خط. أيوة. والواد يلا هو رميه في البحر، بس الفرقه خد منها الكوره. الفرقه بتعمل ايه؟ لا كوره، خد من بدري الكوره، خد من ديونج الكوره، خد من لامين جمال الكوره. لامين جمال يا جماعه، جمال مش الواد ده حكايه، الواد ده مش طبيعي يا عم انا ما صدقت خلصت من اللذيذ اللي ورايا ده، فاهم؟ هيطلع لي مش طبيعي تتفرج عليه تحس كده لا الواد طالعه اقسم بالله كريستيانو وميسي ما كانوش طالعين بس كده. هل هيطلع طلعت نيمار ولا طلع كريستيانو ميسي؟ هي بقى دي اللي ما هي دي بقى اللي اتحدد كمان 3 سنين. السبب اللي شعره بس صار هو بيلعب الكوره، خد بالك، هو بيعمل الكوره. انا جاي اروش وجاي اهزر مع هو بيلعب كده. هو امبارح والله رقص دي ماركو ترقيصه كده على الخط، هو ما عملش فيها مجهود. لا سيبك من دي الكوره، اللوب اللي حطها نفس كوره ميسي اللوب. لا مقصوده، لا انا قلت زيك كده في كذا ماتش، شفت له كذا ماتش ما هو بيلعبها كده، هو بيلعبها عنده حركه اللي هو ايه، يلا خد، عارف اللي هو يلا لا ارتو كده اللي هو يلا كده انا بهزر. لا الواد مش طبيعي، الواد ده عارف انت اللعيبه الصايعه بتوع البرازيل بالذات، عندهم لعيبه بتوع المهاريين قوي زي هو بيلعب فري ستايل، ما بيلعبش كوره، هو بيلعب فري ستايل وطول الوقت كده، ويحب يديها بوش رجله، يحب يجيب الكوره ويقرطه وهو بيجري، حاجات ما بشوفهاش في حته. جاب جون برده في تشامبيونز ليج وهو بيجري كده، الكوره راحت في المقص، الجون ما توقعش ان هو شوط دلوقتي لسه بيجري وداها في المقص. لا الواد ده فظيع. وكمان لو جاب، لا امبارح سيميوني انزاجي قال لك انا اللعيب ده بشوفه كل 50 سنه مره، مع ان يعني لسه شايفين واحد من 20 سنه زيه بالظبط، بس يعني قال لك احنا بنشوف كل النوعيه دي بنشوفها كل 50 سنه مره. بس توني طلع قال لك انا ما بعرفش، مش عارفين نعمل ايه مع الراجل. هو مش مفهوم، مساحه صغير ملوش حد ايوه انت اتفرج عليها اتفرج على فيلمسيه. ايوه لا هو عنده حاجات جديده، فاهم؟ عنده حاجات جديده دايما يعني بيجرب. هو الدريبلينج بتاعه فاهم. هو خد بالك فتره ترايند ان هو فتره في الاخر هو بيجرب تيجي معايا ايه. طب انا بعرف، انا شاطر في الدريبل ولا بعرف اشوط ارضه حلوه. هو لسه بيجرب، هو الراجل عيل صغير بيجرب، فهو الناس بالنسبه له هو داخل عليا. لا مش فورمه عيل صغير والله، دي فورمه انا قلتها في البيك، هو مش على البيك، بالك يا جدعان. ايوه هو مش في البيك، البيك، بس هي الفورمه دي فورمه عيل سافل واخد 3 بالون دور بالظبط. والله العظيم امبارح الماتش ده عيل واخد بالون دور 3 مرات، وبيلاعب فرقه الانتر بتدفعها ب3 عليه في المكان ده، بياخدهم واحد في الثاني في الثالث وايه، وبيعدي بياخد 7 بالواد ويعدي يروح واخد الثانيه. هو بيتعامل مع الموضوع. اخد اجوستو مختريان امبارح في واحده كده تيك تاك، فاهم؟ روليت بس عدى هو بالنسبه له هو بيذيع. انا عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين نلعب ازاي؟ عايزين ارقص؟ تعالى. عايزني مش ارقص؟ طب خلاص خد باص. لا ما شاء الله عليه حكايه وخلينا نرجع كده لكاس العالم. يعني انت عشان كاس العالم مربوط باحمد السيد زيزو. يعني بغض النظر عن المدرب اللي جاي والمدرب مين، وهيكون برتغالي بقى، الماني، هولنديا، طبعا السيفيهات كلها اللي بتتعرض في مصر يعني سيفيهات بسم الله ما شاء الله، يعني مدربين ما جوش فاهم. بس خد بالك فايلر بالنسبه لك كان راجل مجهول، يعني فايلر اسمه اتعمل. فايلر صغير، فايلر كان يعني عنده زي كولر، بس كولر ما كانش، بس عنده فرقتين 3 لعب فيهم، حقق بيهم نتائج، حقق بيهم بطولات. انت دلوقتي اللي فايلر ولا كولر؟ الاثنين كانوا جايبين بطولات. كولر مسك الاثنين خدوا بطولات، هم مدربين. كولر ما اتذكر يعني مسك منتخب النمسا. النمسا لا طيب طبعا هي برضه سي في اكبر طبعا، بس على حكم السن، بس الاثنين كانوا جايين واخدين بطولات. معلش انا كيروش عمل ايه؟ لا كيروش ده بالنسبه لي، انا لويس اجوستو بتاع بورتو اللي لعب 6 شهور ده عمل ايه؟ الراجل ده بالنسبه لي كيروش ده حاجه مختلفه خالص. انا لو جيت قلت لي
مش بتكلم عن الاهلي بس، بتكلم مم. على كيروش. هو كيروش دلوقتي انت عندك 3 4 لعيبه جامدين بسبب كيروش. انت عندك عبد المنعم، عندك عمر مرموش، عندك الله يرحمه احمد رفعت. احمد رفعت. انت عندك كام لعيب كده. عبد المنعم ده مين مدير فني جريء يطلع واحد عنده 20 سنه يلعبه؟ كوره وحشه برضه كوره وحشه. أيوة، كان جاي من كان بيلعب في سموحه او كان في بيلعب فيوتشر. في سموحه يا فيوتشر. فيوتشر يعني مش كان فاكر. بيلعب في عرم الاهلي فيوتشر. كان بيلعب في فيوتشر. مين يلاعب الراجل؟ قال لك ده احسن سيرد باك موجود في عينيه مصر. حلوه عينيه حلوه ما فجأة عنديش مشكله. لا انت مش متخيل هو بيتكلم احسن سيرد باك في مصر. ويلا ما عندك واحد اسمه عمر، انا عمر مرموش الواد ده جامد قوي وهيبقى هو اللي جاي. ناس بالنسبه لي عمر مرموش ده انا فاكر اسمه ايه المدير الفني بتاع كان ماسك منتخب الشباب لما قالوا لا انا مش هجيب تيكت طيران من المانيا بتاع يكلف ربيع. لا مش ربيع. لا مش ربيع. كان هقول لك انا فاكر القصه دي. قالوا مش هجيب تيكت مش هنتكلف تيكت طيران من المانيا عشان نشوف واحد عشان اشوف واحد ما عرفوش يعني. في الاخر بيلعب في السيتي، بيلعب مع جوارديولا. فهو في الاخر انت عندك مشكله، انت محتاج مدير فني يطلع لك من يطلع لك ما حلو. محتاج كيروش يطلع لك عين حلوه بس كاداره فرقه. انا بصراحه ساعه كيروش ما كنتش بحب برضه اتفرج على كره منتخب مصر. وصلت لنص نهائي افريقيا بس عمل لك يا جماعه هويه. وصل لك النهائي مش وصل لك نهائي افريقيا. وصلت المغرب يا جماعه انت خسرت. هو انت بتقول انا بحب الكوره اللي بنتفرج عليها وبحب الجزئيه. انا كيروش ما لعبليش بربع جنيه كوره برضه. بس دلوقتي انت معاك اي نعم مش زي كوبر. طبعا في اختلاف كبير ما بين كيروش وكوبر بس لا يعني برضو كوره دفاعيه كوره متحفظه جدا يعني مفيش جمل تنفع مصر. ما تنفعش مع النادي الاهلي يعني. انا ما ينفعش اتفرج على النادي الاهلي بيلعب الكوره دي. انا معاك جدا. انت عشان انت فرقه برضو خد بالك انت زي ما بيقولوا كده انت فرقه هجوميه، انت فرقه قويه، انت اقوى. هو افريقيا فيها مين اصلا عشان انا دافع؟ لكن مصر موضوع مختلف. انت عندك سنغال وعندك فرقه وعندك لعيبه اوروبيه، فانت بتلعب على حسب امكانياتك. انا معاك جدا في ده. بس في الاخر مين مدير فني دلوقتي يجي يمسك الفرقه يبقى عنده النو هاو بتاعه اللعيب المصري؟ ما هي بص بقى محتاجه فايلر كده يجي زي ما جه ماسك شهر كده ولعب كوره حلوه. فايلر مش خد بالك محتاجه مثلا والله بس كل الناس تطلع فاهم تشتمني. محتاجه موسيماني. لا موسيماني محتاجه موسيماني والله محتاجه موسيماني. صفحه واتقفلت ليه؟ انا راجل برضو خد الاثنين افريقيا يعني لعب ماتش مونتريال المكسيكي ده بلعيبه من غير لعيبه الاهلي الدوليين ده بالاداء ده مدرب يتعمل له كده فعلا ويقول تقول له متشكرين. بس هل موسيماني هيقدر يسيطر على اوضه اللبس فيها نجوم زي تريزيجيه زي معشور؟ ما هو انا بقول لك انا مش هيجي ما يجيش يمسكني مشروع. يجي يمسكني السنه دي، يجي يمسكني سنه ولحد ما اشوف. انا موسيماني ده اللي جاب خسرني 2 دوري. لا جاب هو ما عرفش ياخد. هو جاب ميكيسوني. مش هو جاب ميكيسوني اسمه ايه التاني؟ هو جاب بيرستاو لا جامد. بس في الاخر هو مع موسيماني هو بقى جامد بعد موسيماني. انا ما خسرتش ولا لعبت ماتش وحش يعني مصيري او ماتش كبير لا خسرته ولا لعبت ماتش وحش او ماتشات كبيره. ليه موسيماني ماشي؟ خسر دوري ما بيعرفش يلعب فرقه صغيره. ما بيعرفش مد للدوري اهميه كبيره فاهم. بس هو في الاخر ما بيعرفش يلعب فرق بتفضل 18 عندها وبتدافع. هو راجل بيعرف يلعب ماتشات كبيره. بس ساعتها كنت انت برضو فرقه مستهلكه بدنيا بطريقه يعني رخمه قوي يعني. حتى لو مستهلكه بدنيا كنت برجع من كاس العالم للانديه وبرجع من بخلص افريقيا اروح كاس العالم للانديه ارجع فاهم مش شايف قدامي. هل انا بجيب هما سنتين كده على فكره. انا خسرت الاثنين بعد كاس العالم للانديه. ماشي. الماتشات الصغيره هي جزء لا يتجزأ من لعبه كره القدم صح؟ بتلعب فرقه كبيره بس يعني انت مش بتلعب. احنا مش عاملين دوره رمضانيه وبنلعب فرقه كبيره عشان ناخد في الاخر كاس. احنا بنلعب دوري وبنلعب كاس وبنلعب افريقيا وبنلعب كاس عالم وبنلعب كذا حاجه. انت عايز حد يعرف يديك 70% في كل البطولات. مش عايز حد يديك 100% في كاس العالم و30% في الدوري و20% في الكاس. ده انا بقول لك بقى المتاح دلوقتي مين انا شايف والله دلوقتي ما كملش في مع فرقه تقريبا سنه على بعض او ما كملش. لا كل واحد اصلا في ايران الاهلي جده وبعد كده راح الوحده وبعد هو في الاخر برضو اتنجم في الاهلي. اي حد هيتنجم في الاهلي اهلي او زمالك يعني برضو عشان نبقى واضحين. ما هو جوزيه جوميز برضو اتنجم في الزمالك. جوميز على فكره مدير فني جامد. ما اعرفش الزمالك فرط فيه ازاي او هو ساب الزمالك
زي فلوس اصحابه يعني، الفلوس. زي اصحابه. شايفين دول ينفع الاهلي؟ لا ما خد انا بالك جوميز لو جه الاهلي هيفرتك الدنيا، هيبهدل الدنيا بجد، هيبهدل الدنيا. انا نفسي انا لو جه هجد. هو زملكاوي جدا. فهي الفكره بقى، الفكره مش في كده، الفكره بقى في حاجه ثانيه. الفكره دلوقتي ان انت يا عيني خدت من الزمالك زيزو، وخدت من الزمالك جوميز. عايزين نرجع لزيزو بقى. نرجع لزيزو. احنا يعني نرجع لزيزو، سيبك من جوميز ده عشان نرجع لزيزو عشان نختم كده. احمد السيد زيزو، اولا هو دلوقتي الزمالك قصص بياناته وانذاره ومش عارف ايه، وبقت محاكم هو خد وقضايا. بالك اللي دلوقتي بيحصل مع زيزو، انت اصلا كفكره سيبك بقى لا سيبك من دلوقتي، انت اصلا كفكره انك تجيب زيزو دي ماشيه معاك بايه؟ مع كامل احترامي لنادي الزمالك، نادي كبير، بس انا لعيب فري. انا كاداره ما اجيبش ليه لعيب فري؟ مين في افريقيا لعيب محتاجه؟ بكواليتي زيزو؟ محتاجه؟ انا دلوقتي بص لي بس. انا دلوقتي كلامي انا لعيب جامد في فرقتي. معلش يعني لعيب بيلعب منتخب مصر، اساسي حلو. منتخب مصر، اساسي زمالك، لعيب كان عايز يروح فرق في اوروبا، هو المفروض كان يحترف، هو لعيب جامد قوي، لعيب بدني بتاعه قوي جدا، فارق عن اي حد جنبه. نتفق نختلف. زيزو ممكن لو اتوظف صح هيفرق عن اي لعيب في مصر. خلينا متفقين على حاجه زي كده. زيزو لعيب جامد وشال لا انا شايف ان هو لعيب كويس. انا شايف ان هو لعيب كويس. لا زيزو بعيدا عن ان هو انا شايف ان زيزو لعيب كويس. حتى لما كان في الزمالك كنت بقول نفس الكلام، زيزو لعيب كويس قوي، لعيب كويس بس كويس قوي. مش رقم بس واحد في هو يا مصر. جماعه برضه مش رقم واحد في مصر، ومش ان انا اروح اجيبه بالرقم ده. بس انا مشكلتي معاه في الحاجتين دول. طب ما انت ما ينفعش تروح تجيبه بالرقم ده. دفعت تقريبا نفس الرقم ده في مودست، دفعت نفس الرقم ده دفعت نفس الرقم ده في ميكيسوني ولاعيب تاني اسمه ايه ريدا سليم. دفعت الدبل بتاعه في ميكيسوني وريدا سليم، وفي الاخر استفدت منهم. صح. كريستو دفعت برضو رقم صح. كبير صح. جدا، وفي الاخر بس معلش انت في الاخر تيجي تبص لا انت دفعت فلوس كتير قوي في لعيبه انا معلش ما عندهاش ريفرنس تراجعه اصلا. على الاقل على الاقل زيزو انا عارف يا باشا الراجل ده هعرف اوظفه ازاي. ما هم 3 سنين عمري، هو الراجل 30 سنه، 3-4 سنين عمري. انا مشكلتي في حاجتين زي ما كنت بقول لك، مبلغ فلوس هتدفع وسن. طب انا هرجع تاني وهقول لك ومش محتاج. عندي تريزيجيه وعندي حسين وحسين لو جه مع مدرب جديد ممكن يرجع كويس، وعندي جراديشار بيلعب وينج كويس. وعندي مكان زحمه يعني. حسين لو اتصاب وطاهر كان مصاب هتلعب يمين وينج. طبعا انا يعني زيزو ده الثالث مش تقدر تلعب 8 تلعب امام وزيزو، تقدر تغير. انت ممكن في الاخر زيزو لو لعبته في اي حته يا جماعه، لو لعبته في اي حته هيأدي احسن من اي لعيب تاني هتجيبه. انا ده اقتناعي ان زيزو ده لعيب فري، لعيب جامد. حط بقى فوقيها ان لعيب من الزمالك بس دي بقى يعني هو بعيدا عن هو لعيب جامد. هو بالنسبه دلوقتي بيحصل مؤخرا يعني حته امام وحته زيزو، ان هو ياخد عبد الله تاني وياخد ناصر ماهر والكلام ده كله، هي بقت سجاير رايحه جايه بين. لا انا هقول لك على حاجه، هي مش رايحه جايه، هي مش رايحه جايه، هو بياخد اللي بيفضل يعني. بس هي الفكره ان لا، انت دلوقتي عندك بيراميدز كوش على لعيبه الدوري كلها الجامده، وعنده في بدل الفرقه فرقه ونص 2. خد بالك بيراميدز، فانت محتاج دكتك دايما تبقى جامده، ومحتاج اللعيبه اللي بره تبقى جاهزه. انا هي دي على فكره النقطه، ان انت بيراميدز ده قاعد يجيب في لعيبه في الدوري، صديق اجوله، ويجيب مش عارف مهند اللاشين، ويجيب مين، ويجيب مصطفى فتحي، ويجيب بقى عنده فرقه بدكتها. هو جاب بيز محترم، هو جاب بيزو بدكتها، بس في الاخر اللعيبه اللي جامده اللي منوره عنده هو جايبها من بره. انا فاهم طبعا، بس اللي موصل بيراميدز نهائي افريقيا الدكه بتاعته طبعا. بيراميدز رمضان صبحي ومش فاكر مين خلص الماتش مع انه رمضان دكه دلوقتي. ما هو انا بقول لك هي دي الفكره، ان هو عنده مدير فني جامد وعنده دكه قويه، واللي وصل بيراميدز لنهائي افريقيا الدكه بتاعته. وحاجه تانية، وطبعا الافارقه اللي بيجوا من بره، غير ان الافارقه بس احنا خلاص عندنا برضه هو عمل حاجه تانية. هو بدا يجيب من كل زي ما بيقولوا كده من كل خرابه عفريت. جاب من الاهلي رمضان، كان عنده عبد الله
تمام. جاب مصطفى فتحي من جبر الزمالك، والشناوي. فعنده وعلي جبر وعنده الشناوي وعنده احمد سامي، عنده لعيبه هم يبني عليهم لعيبه ابراهيم عادل دولية. كده كده بقى، ابراهيم عادل عادل ده كده بقى. انا برضه احنا بنتكلم على لعيب جامد ماشي، لا انا بكلمك على لعيبه هي اوريدي عندها الخبره، عندها تلعب تحت ضغط، ان هي تعرف تلعب وسط 60,000 و70,000 وعادي. انت عارف افريقيا عامله ازاي. هو ده اللي وصل بيراميدز، هو ده اللي بيراميدز محتاج جمهور. لو محتاج جمهور هو مش محتاج بجد جمهور، هيبقى- هو خلاص هو يعني لا هو الفرقة- كمان لو معاه جمهور، الفرقه لو معاه جمهور الموضوع هيبقى مرعب. خليها تاخد افريقيا، لو خدت افريقيا السنه دي وتاخد الدوري بس خلاص. وتنافس اكيد مش هيطلع لها، بس هتلاقي في ناس مش هيطلع لها جمهور، بس هتلاقي في جيل هتلاقي في ناس صغيره بتشجع بيراميدز. بس ده جمهور. ليه لا، هو في الاخر الجمهور بيروح على ايه يعني. معلش مع احترامي، انا واحد من الناس هعترف جدا، انا بقيت اتفرج على ليفربول قوي الماتشات صلاح. لما صلاح راح. بقى لي كام سنه بتفرج، بقى لي 8 سنين. خلاص بقيت فإذا مشجع أنا بقيت ليفربول. بتفرج على ليفربول. يعني هي في الاخر هي بتيجي كده، هي بتيجي في الاخر. انا حبيت، انا اللي خلاني اتفرج على الاهلي ابو تريكه وفلافيو. انا في الاخر حبيت الفرقه اللي حبيبني برشلونه ايه، رونالدينيو وميسي. ما هو في الاخر برضو انت بتبقى شخص بتحب الفرقه بسبب لعيب انت معجب بالستايل. والفرقه دي لو بتكسب وون تراك خلاص هتلم ناس، وفي هتلم الاخر مع السنين انا اذا بقيت راجل فان للفرقه دي. فده اللي بيحصل، ده اللي بيراميدز بتعمله، دي الاداره اللي بتعمله. خد بالك هي ماشيه على هو السيتي، معلش هو السيتي كان ليه جمهور لسه اول امبارح. يعني السيتي كان جمهور في انجلترا، ماشي السيتي ليه جمهور في انجلترا. انت دلوقتي عندك في المواطن العربي كله في جماهير للسيتي. عشان مرموش بس. لا طبعا، لا طبعا. لا قبل مرموش في ناس بتشجع السيتي، جوارديولا، اجويرو. خد بالك برضو اللي خلى الناس تروح مع السيتي هو جوارديولا. حته ان اكتر جوارديولا طبعا راح وعامل تاريخ كبير مع برشلونه وبدا. بس فبيراميدز عادي يعني، لو المشروع ده كمل عادي ممكن تلاقي له جمهور. يعني ممكن تلاقي له 10,000 متفرج، هم بتوع القاهره يروحوا يتسندوا في مصر 5,000. اي كده هيبقى ليه. هنا في مصر هيبقى في جماهيريه كبيره، هيبقى في جمهور. انا هروح اتفرج عامه. في ناس على فكره، في ناس في شباب كتير جدا ما بتحبش فكره الخناقه بين الاهلي والزمالك وجماهير الاهلي وجماهير الزمالك، فممكن احساس الاختلاف يروحوا لبيراميدز، يشجع بيراميدز، اتفرج على كوره بس خد بالك. مش شجعهم. وليه ما شجعش بيراميدز في الاخر ممثل مصر في فرقه وبتاع، هو بعيد عني خالص، بعيد عني يعني. حتى لو خد واحد افريقيا ايوه اروح اتفرج على كوره. انا عايز اروح، لا في حد هياخدني واشجع واشتم واعمل مش عارف ايه. انا اروح اتفرج على كوره يا عم واشجع عادي بالشكل وانا قاعد. زي امبارح لو حد كان بيتفرج على ماتش برشلونه والانتر وملوش في لا انتر ولا برشلونه، كان اكتر حد استمتع. انا راجل مدريدي وقاعد مبسوط من بصراحه يعني. لا والكور بقى بتيجي جوان حلو في جوان فيفا، يعني جوان فيفا وجوان كيك وبتاع ومن بعيد وتخبط في العارضه وفي الحارس. الموضوع لذيذ. فانا بتكلم في الحته دي. نرجع لقصه زيزو. زي ما قلت لك زيزو لعيب جامد، فانا اذا لعيب جامد ولعيب فري. قالوا ما خدوش ليه؟ يعني هل انا وانا معايا فلوس، يعني انا معايا فلوس والحاجه قدامي دي ما اخدهاش، هروح بقى ادور على لعيب كوتيسا مش عارف ايه هناك اجيبه واجرب فيه، وراجل لسه ما يعرفش. ده راجل مصري ابن بلدي وهو معتق وقاعد الدنيا حلوه، وراجل والعيال معاه في المنتخب صحابه. ليه لا؟ ولعيب كواليتي محترمه. حد يختلف عن لعيب زيزو؟ كواليتي محترمه وكواليتي قويه. لا طبعا كواليتي قويه جدا. فانا في الاخر ليه ما استغلش حاجه زي كده؟ وفلوس اللي انا هدفعها في اي لعيب من بره، ليه ما اجيبوش؟ انت عايز تدفع في الشيبي رقم هلامي عشان تجيب الشيبي، مع ان الشيبي مخصم مع الجماهير. لا بس مش خلاص بقى فرده برضه فرده باك يمين تقيله قوي يعني. امام عاشور قوي يعني، قصته قصه ثانيه خالص. امام عاشور راجل انا عايز اخد بطولات، عايز اكسب، عايز ابقى احسن لعيب في مصر. اروح فين؟ هو الاهلي. الراجل حسبها حسبه منطقيه جدا وحسبه صح جدا. هو راجل لعيب جامد. مفيش دلوقتي لعيب في مصر اجود من امام عاشور مع احترامي. ده طبعا. فهو في الاخر حط نفسه على التراك وعرف يودي. هو راجل جامد امكانيات. وخد بالك امام عاشور كل اللي بيعمله دلوقتي ده وعنده اكتر من كده. طبعا عنده اكتر من كده. الواد ما شاء الله عليه عنده كواليتي محترمه جدا، وراجل بدني، وراجل لما بيركز في الملعب بيبقى حاجه ثانيه. توقعاتك بقى لكاس العالم للانديه بدري الكلام ده، بس يعني خلينا كده. توقعات الكاس العالم للانديه ان انت لو فضلت بالحال ده هتاخد 3 صايمه وتمشي. 3 صايمه وتمشي. انت عارف ممكن اجلت فيها دي والله. 3 ماتشات هنرجع بالعاب. 3 ماتشات تاخد بعضك وتروح. بس ليه؟ علشان انت في الاخر
معايا هرجع تاني واقول معايا لعيبه جامده جدا، معايا تريزيجيه ومعايا زيزو ومعايا بن شرقي وبشار ووسام، وهجيب عليهم كمان مهاجم مش عارف ايه، ومعايا حمدي واليو ديانج هيرجع، معايا كل اللعيبه دي. مين بقى مين هيدورها؟ مين بقى هيدور الدنيا؟ معاك لعيبه جامده قوي، مين هيدورها؟ معاك قفشه ومعاك امام عاشور ومعاك كتيبه. بص هي عايزه مدرب، عايزه مدير فني جامد. ما هو انت بقى دي مش مضمونه، بس خلينا بس في الاخر هتيجي بقى في 40 45 يوم تجيب. فتقول لي يا عماد النحاس، بص يا عماد النحاس ما يدورش الدنيا دي يا صاحبي. اديله فرصته، ادي فرصته لعماد النحاس، ليه لا؟ حتى ايمن الرمادي، ليه ايمن الرمادي ما مسكش الاهلي؟ المدرب المصري مع النجوم الكتير دي ما تنفعش، ليه ايمن الرمادي ما تنفعش. انت راجل جميل عايز فاهم شايف الناس كلها حلوه، احنا كمدربين مصريين هنا تيجي تمسك النجوم دي كلها مره واحده كده في كاس عالم للانديه مع الاهلي. نو ريسك نو فن. في حاجه اقول لك على حاجه، انت كده كده هترسك مع مدير فني اجنبي وهتبني ما بعد كاس العالم، فاي نوت ليه لا ان انت يا باشا تودي مع مدير فني مصري تديله كل الصلاحيات ان هو يعمل اللي هو عايزه وجرب لو عملوا كده وخطوه صايبه الاداره مش هتحقق يعني مين هيجي مدير فني هيقدر يشيل الليله في 40 يوم؟ فني كبير بقى لازم بقى حد اسمه حتى لو كبير ما يعرفش افريقيا يا جماعه، ما يعرفش افريقيا، مش عارف افريقيا يعرف، ما يعرفش هويه اللعيبه. مش بتكلم على افريقيا، بالظبط بتكلم على هويه اللعيبه، هويه اللعيبه وطريقه اللعب، هياخد الضغط على الاداره مع احترامي الكامل. يعني انت هنا عندك، انت غير اوروبا اللي هنا عندك ما يعرفش يستلم. يعني في لعيبه ضغط مش يستلم، في عندك سرد باكات بدون اسماء، سرد باكات ما فيش يستلم، ما فيش تلعب كوره. فانت في الاخر هتعرف ازاي تفهم ده من غير ما تبقى مذاكر الفرقه دي كويس. فهي عشان كده بقول لك هي نسبه وتناسب. انا قد ايه انت عايز تروح في انهي اتجاه، وكده كده الاثنين ريسك، الاثنين ريسك، كده كده الاثنين ريسك، الاثنين كده كده هترسك، وانت كده كده جايب لعيبه جامده. هات يا عم حد عارف اللعيب على الاقل ما يالفش، على الاقل لاعب تريزيجيه شمال ولا والله بهزر ولاعب زيزو يمين. مش هيجي مش هيالف اكتر. ما بتكلم بقى، انا بتكلم لو مصري عارف اللعيب بتلعب فين على الاقل عشان ما يتحطش عليه من الاعلام. انا هلاعب كل واحد في مركزه. انا هاجي هروح ملاعب تريزيجيه شمال وزيزو يمين، هلاعب بن شرقي شمال، هلاعب امام في النص، هلاعب قدامه جراديشار وسام، هلاعب في نص الملعب حمدي اليو دي. فانا في الاخر هبقى انا عارف الناس بتلعب فين. لكن اجيب واحد بقى يلعب لي ده رضا عبد العال، والله ده حكايه رضا عبد العال يجي يقول لك يا باشا لا انا لاعب ده بقى هنا وتحتيه وده يطلع 4 مش عارف 3-1 حاجه زي كده، حاجه زي كده. وفي الاخر استفدت حاجه اللعيبه بقى. انا بجرب، خد بالك يبقى عنده فكره، يعني ممكن يلاعب، خد بالك ما هو لو لعب ب8 ولعب بس ب1-6 في الاخر في فرق قايمه على 8 بوكس تو بوكس و1-6 صح. لكن انت عندك في البيك كانت كده، بس كان طبعا بدني بقى، انت عايز بدني للاثنين ال8 اللي بيجروا ده بوكس تو بوكس ده. بس انت عندك منتظر يلعب 8 وامام عاشور يلعب 8 ماشي، امام عاشور يلعب 8 وزيزو يلعب 8، بس في الاخر هل دول هيقدروا يقوموا بالدور 100% ومش حافظينها؟ هي محتاجه اصلا يعني الفرقه دي محتاجه فتره اعداد، الفرقه دي محتاجه فتره اعداد بجد عشان تعرف تلعب مع بعض. وعشان لو انت فعلا عايز تلعب تريزيجيه وزيزو وامام ووسام وتقعد جراديشار عشان عيل صغير بس، فمحتاج فتره اعداد. حاجه بصراحه عايزه اصلا هيجي ايه في الاهلي هيخش هي دي من بعد 5-6 بعد ماتش مش هيلحق بقى مش هيلحق بس يعني. على الاقل انت برضو جايب لعيبه يا جماعه مش محتاجه. هو منتخب مصر عشان منتخب مصر بس لازم الفرقه برضه هو اللعيبه بتلعب معاها، هي الفرقه كلها بتلعب مع منتخب مصر. هو مين عشان منتخب مصر؟ هو بس انت عندك مشكله برضو مرعبه انت محدش واخد باله منها، ما عندكش باك شمال. دي حقيقة. انت عندك مصيبه، هتلعب خش كاس عالم بمين؟ بكريم الدبيس بس. لمصد عنده ايه؟ مطول؟ مين؟ لا مطول مش هيلحق وهيمشي خلاص، مش هيجددوا مش اصلا هيمشي. لا هو خلاص مش هيجددوا، هو سنه خلاص خلصت ومش هيجددوا خلاص. ايوه بس كاس العالم هيكون خلص ولا لسه؟ هيبقى لسه كان خلاص. خد بالك كاس العالم موسم جديد، يعني كاس العالم شهر 6 ده يبقى كل الدوريات خلصت. كده احنا بقى اصلا مش هيكون موجود، مش هيلعب اصلا. لا مش هيلعب كاس العالم. وعلي معلول في الثلاجه. هو ده اللي مهند بقى كان بيتكلم عليه، يعني ليه رحت جبت زيزو ما جبتش مثلا باك شمال؟ يعني ماشي، هو خد بالك هو كله ما بذلتوش في الباك. لا انا على فكره ده غير باك شمال كمان، انا محتاج حلو يا جماعه. انا محتاج مساك، انا محتاج مساك يا جدعان. انا الكارثه انا عندي كارثه في المساكين يعني بس خلاص بقى، يعني ربنا يشفي. انا عندي كارثه في المساكين صعبه، لا يعني ما حدش يستحملها يا جدعان. رامي ربيعه
اسمه منتاي، واحد عرض في المكسيك، واحد عرض في الدوري السعودي. انا يا باشا بيجي لك بطوله في انا رامي ربيعه خلاص، انا مش قادر يا جدعان، انا استحمل. الراجل ده لعب سنه حلوه 2023، بس انا الراجل ده ما قدمليش كره طول ليه عمره. ماتشات حلوه. ليه ماتشات؟ ايه ماتشات؟ ماتش أشرف داري مونتيري، على ماتش فكرة مونتيري. كويس. اشرف داري كويس، لازم واحد جنبه، بس في لازم واحد الآخر- جنبه بس في الاخر مش اللي تبني عليه طبعا. كل ماتش جاي ما عندوش طريقه يا ابني، ما بيعرفش يطلع بالكوره يا ابني، ما بيعرفش يطلع بالكوره، ما بيعرفش يلعب بالكوره. ياسر لعيب راجل، ياسر لعيب راجل ولعيب كويس وكل حاجه، بس انت لازم برضو يبقى عندك يعني بدائل. انت في الاخر ياسر ده لو اتصاب وكده كده اشرف داري راجل الزجاجي بيتصاب اكتر من بيلعب، تمام. فانت بتلعب برامي بس، ورامي بتجيب بقى مين بقى؟ بتجيب محمد هاني يلعب له سيرت باك، فالموضوع بيبقى بهواء. هيبقى صعب. ياسر عمل كام ماتش كتير. بس ياسر مفيش خد ماتش بالك كبير اقول لك غير على حاجه، ياسر. ياسر عمل عمل ماتشات صن كبيرة. داونز، عمل ماتش كويس. لا في ماتشات كبيره عملها، ماتشات كبيره حلوه قوي، حلوه قوي. هو ياسر لا على فكره لعيب جامد. اهمهم ماتش القاضيه ممكن. ياسر ابراهيم كان نجم الماتش. ياسر ابراهيم وايمن اشرف. طب انا عندي سؤال، يعني دلوقتي الزمالك اسف على المقاطعه. الزمالك لو كان عنده اداره قويه وفلوس، وقفشه كان فاضل له 6 شهور في عقده ويمشي فري، هل الزمالك ما كانش هيروح وياخد قفشه؟ او ده لو قفشه وافق، يعني ده هو قفشه لو فضل قاعد على فكره في الاهلي دكه، انا اتوقع جدا انه يروح الزمالك او يروح بيراميدز عادي جدا. ما هو بقى دي بقى شفته بن شرقي وقفشه وبن شرقي. بس هي في الاخر زي ما قلت لك، فهي الدنيا حسب انا. انت محتاج ايه وعايز تجيب؟ عايز باك شمال، مين باك شمال عندك يطلع؟ ما عنديش. طيب حتى كريم هو ده اللي الدبيس بتكلم فيه. انا شايف ان هو برضو راجل جامد، ممكن ياخد فرصه. اتصاب، هتلاعب مين؟ علي معلول هتجيبه من الثلاجه، هو اصلا هيلعب بقى مع الليفل بتاع اوروبا اللي هتلاعب بورتو. لا مستحيل. وفي الاخر تلعبه هو اصلا ما بيلعبش في الدوري المصري، عندك مشكله. انا مبسوط فشخ بالحلقه دي. انا مستغفر والله، ورب كده نبقى الدنيا وعلى طول بقى ما اقعدش اجي وراك. لا ان شاء الله على طول هنلحق يا جماعه. كاس العالم للانديه لازم تبقى معايا ان شاء الله ان شاء الله. ومبسوط، عندنا كلام كتير ما لحقناش نقوله اصلا، بس يعني حلقه حلوه. نتمنى طبعا الاهلي ان شاء الله كده كاس العالم يبقى حلو، الدوري يعني نحاول نعمل اللي بايدينا بس، وان شاء الله المدرب اللي جاي ايا كان مين بقى، بدر النحاس ولا اي حاجه جايه من اي سي في، يعني نقدر نلعب كاس عالم انديه يشرف كده الاهلي ونبقى مبسوطين بيه. ومبسوط قوي على ان انت معايا، ومش اول ولا اخر مره في سبوتايه ان شاء الله. انا مبسوط اكتر ان انا معاكم، وان شاء الله نبقى ناس خفيفه عليكم كده وتبقى حلقه لذيذه.